ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ في تصريحات كده قالها الأستاذ محمد فاروق بتاع هي شاركس إن المفروض البني آدم مفيش حاجة اسمها لايف بالانس، اللي هو يعني مفيش إن أنت تشتغل وترتاح في الوقت نفسه، وإن هو جرب يشغل الناس في ألمانيا ما اشتغلتش، إنما في مصر بيجيبهم في الأجازات عادي وبتاع. إحقاقا الحق هو مفيش بيزنس مان في الدنيا تقريبا إلا وهيكون عايز إن هو ينحل وبر الموظف بأقل مرتب ممكن، يعني ما هو عايز يكسب. والحقيقه هو الاستاذ محمد فاروق مش لوحده اللي بيقول كده، يعني عندنا وزير التعليم اللي والعشره دول احنا لحد دلوقتي مش عارفين فعلا هو بيتخرج منين. قال لك لا، ركز على الشغل ومش مهم صحتك الخمس سنين اللي جايين دول. ففي منطق منتشر يعني بائس كده وغريب، ان فكره ان انت تكون منصف مع الناس وتديهم حقوقهم، لا ده دلع بقى. معلش يعني دي شعارات. انت لو عايز روشتة النجاح من الناس اللي فاهمه الحياه فعلا مش بتاعه كلام، فكل ما كنت ناشف مع البني ادم وسحلته ويا حبذا لو حلقت له زلبطه، ده هو الاصلح للصالح العام، وده اللي هيحقق النجاح، وده اللي هيعمل الثروه والفلوس والكلام اللطيف ده كله. فدي فرصه بقى ان انا احكي لكم حكايه كده، يعني هي يمكن تكون غريبه او تبدو غير منطقيه، ان فكره المرتبات محترمه وظروف العمل الادميه دي ما كانتش طالعه من بلد مش عارفه تودي الفلوس فين، دي كانت وليده ازمه اقتصاديه طاحنه، وحصلت على ايد الرئيس الامريكي فرانكلين روزفلت، واللي هو بالمناسبه الرئيس الامريكي الوحيد اللي انتخب 3 دورات متتاليه، قعد في الحكم 12 سنه، وده برضه ليه قصه لطيفه هنقولها في الاخر يعني. المهم ان امريكا كان في الثلاثينات فيها حاجه اسمها الجريت ديبريشن او الكساد العظيم، من اسمه كده الناس كانت مرميه في الشارع لان هي انطردت من بيوتها عشان معهاش فلوس، مدخراتها راحت علشان النظام المصرفي انهار، ما كانوش لاقيين ياكلوا، 25% او اكتر من السكان كان ما عندهمش شغل. ففي الوضع الحزين ده كله جه روزفلت وهو بيترشح وقال لك انا بوعدكم ان في خلال 100 يوم هتبتدوا تحسوا بتحسن، مش حل نهائي بس تحسن يعني. فهو كان اول واحد في العصر الحديث بالمناسبه يطلع تقليد ال100 يوم ده. يعني الناس برضو فاكره ان هو بيحصل في الديمقراطيات المستقره، لا هو حصل برضو وليد ازمه. فالمهم الراجل ابتدى الحكم فعلا واستند برنامجه او خطته على 3 ار. ريكفري اللي هو زي يعني علاج، وده علشان نخلق وظائف ونحاول نصلح الوضع في القريب العاجل وعلشان ندي للناس فلوس والدنيا تنتعش. الحاجة التانية ريفورم أو إصلاح على المدى البعيد، بقى إن أنا أطلع قوانين علشان اللي حصل ده ما يحصلش تاني. والتالت بقى وده أكتر حاجة تهمنا دلوقتي اللي هو الريليف. ريليف في اللغة معناها الراحة بعد التعب، وبرضه معناها الإعانة المالية. ودي حاجة منطقية جدا، لأن على رأي وحيد حامد في الهلفوت الفلوس بترم العظم زي اللحمة تمام. فالراجل كان مدرك ان ما ينفعش الناس توقف البلد على رجليها الا لما توقف هي على رجليها، لان بخلاف الاب والام البني ادم بياخد علشان يدي، انما ابوك وامك بس هم اللي بيدوكوا، مش مستنيين حاجه، والموظف مش امك. وكان في واقعه كده يعني معروفه نوعا ما، انه هو ماشي في بنت حاولت ان هي تديله جواب، البوليس حاول يمنعها، قال لهم لا سيبوها. فقرا في الجواب ان هي والله احنا كنا بنشتغل في مصنع وكان مرتبنا في الاسبوع حد ادنى $11، في الظروف المقندله دي نزل $4 واحنا 200 واحده نعمل ايه. فده اكد على اولويته ان هو يحط قصه حد ادنى للاجور، واعتمد على واحده اسمها فرانسيس بيركنز. فرانسيس بيركنز دي كانت يعني موظفه اجتماعيه خريجه جامعه، بس كانت نقطة التحول في حياتها انها كانت قاعدة في امان الله بتشرب شاي، فشافت حريقة مشهورة جدا في التاريخ لمصنع كانت فيه عاملات، وكانوا هم قافلين عليهم الابواب علشان ما يبعدوش بقى كل شويه يطلعوا للمدير ولا لاصحاب المكان ويقرفوهم. فلما حصلت الحريقه لان كان مقفول عليهم، مات عدد كبير سواء من الحريقه او من الناس اللي حاولت ان هي تنط من الشباك علشان تنجب نفسها. فهي شافت المنظر ده بعينيها وقررت ان حقوق الفقراء والمظلومين والعمال لازم تكون في اولويه حياتها. فالراجل قال لك هي دي الست اللي انا هعتمد عليها، وعينها زي وزيره للعمل، ودي كانت اول ست تمسك منصب وزاري في امريكا. فابتدوا يشتغلوا على ان هم يحطوا اول حاجه قانون اسمه
الناشونال اندستريال ريفورم اكت، او اختصارا نسميه نيرا او نايرا. وده كان جزء اساسي فيه ان انت تحط حد ادنى محترم للاجور، وتحط عدد ساعات للعمل ما تسحلوش في الشغل، ويبقى في حاجه اسمها اوفر تايم، طالما شغلته زياده يبقى لازم تديله مرتب زياده، وما يبقى في حد اقصى للاوفر تايم، مش معنى ان انا بدفع لك ان انا اسحلك طول الاسبوع. وكمان يبقى في تسعير، يعني الدولة تتحكم في الأسعار. كمان طلعوا بعد كده قانون إن اسمه السوشيال سيكيورتي أكت، وده كان أول قانون فعال وحقيقي علشان يدي كبار السن معاشات، لأن مش معنى إن أنت اشتغلت عندي في فترة ما ودلوقتي ما بتشتغلش عندي إن أنا هسيبك ما أخدكش وأنا شاب وأرميك وأنت في السن ده. وكمان كان هو بيعمل مشروعات، يعني بالاختصار المخل علشان يبقى جزء من الريكفري، يعني ان هو كان بيعمل مشروعات طرق وكباري، وكان بيعمل مشروعات اللي هي المزارع او مشروعات زراعيه وبيدي دعم للفلاحين، وكان بيشغل فيها الشباب بشرط قانوني ان انت لازم يبقى في جزء ثابت في مرتبك بيروح لاسرتك، علشان نتفادى ظاهره سامي العدل في رايه وسكينه ان الشاي والدخان والمزاج خلصوا على المرتب وما ادتش الاهلي حاجه. كمان كانت الدوله، ودي لقطه حلوه يعني، بتعمل زي فند او بتمول مشروعات صغيره وحرف صغيره، يمكن الفلوس اللي كانت بتطلع من الحرف دي اقل من الفلوس اللي الدوله بتصرفها عليها. فطيب ما نديهم الفلوس في ايديهم وخلاص، اعانه لا، قال لك ده علشان الشخص لما يشتغل ويحس ان هو بيكسب من شغله مش من اعانه، معنوياته ومعنويات البلد كلها ترتفع. المهم نظرا لان اخينا روزفلت باللي هو بيعمله ده وبالاصلاحات اللي كانت بيعملها كان بيقف ضد نفوذ ناس مهمه، ونظرا لان في نفس يساري في الكلام اللي انا قلته ده، يعني امريكا مش من عاده الدوله انها تتدخل في الاقتصاد قوي كده، فكان رجال الاعمال والناس المهمه بتعمل لوبينج ضده وبتنتقده، وان الراجل ده شيوعي وهيخرب الدنيا اكتر ما هي خربانه، رغم ان هم اللي وصلوا البلد للازمه الاقتصاديه اصلا. فاللوبينج ده اخذ اشكال كتيره، وكان من ضمنها ان قانون النايرا اللي هو طلع في الاول خالص المحكمه الدستوريه قضت بعدم دستوريته، ولكن لان الراجل كان بيشتغل لصالح الناس، ولان الناس كانت بتحس ان هي فعليا مش كلام جيوبها بتتقل واحوالها بتتحسن، فكان بيكتسب شعبيه مكنته ان هو يعمل اللي هو عايزه. فعاد بعد كده على مدى السنين اللي بعد كده طرح القوانين اللي كان عايز يطلعها، وفيها الحد الادنى للاجور والحد الاقصى لعدد الساعات، وان يبقى في بيئه ادميه للشغل علشان ما تبقاش خطر على الناس، وان يبقى في حاجات بتضمن للناس اعانات للبطاله والمعاشات وحق العمل النقابي، لان هو كان مضايق عليه جدا بدرجات مختلفه في العالم وقتها. و في الوقت ده برضو من الحاجات اللقطات اللطيفه، يعني لما رجع تاني قوانين الحد الادنى للاجور، في ناس اعترضت عليه من رجال الاعمال وقال لك انت كده بتعمل ضرر اكبر على فكره، لان انا لما ادفع مرتب كبير، طب ما ساعه الازمه انا الابرك لي ان انا امشيه، طيب ما انا اقلل مرتبه احسن ما امشيه خالص، وده كلام احنا بنسمعه لحد النهارده. فهو كان متعود ان هو بيوجه احاديث دوريه للناس في الراديو، فقال لهم ما تخلوش بني ادم بيكسب في اليوم $1000 يحسسكوا ان $11 في الاسبوع اللي هيدفعهم هم دول اللي خلاص هيوقعوا الدوله. وترد كمان على الكلام ده من ناس بتفهم في الاقتصاد، من ان فكره الحد الادنى للاجور او فكره ان في موظف بقى او سوري يعني صاحب عمل يشغل الناس عدد لا محدود من الساعات وان هو يديهم مرتبات قليله، دي اكتر حاجه تخلق البطاله. ليه بقى؟ ان انا عندي موظف بشغله من طلعه الشمس لحد اخر اليوم وبديله مرتب قليل، طيب انا اشغل واحد تاني معاه ليه؟ ما هو بيشتغل بمقام 3. كمان الناس لما تبقى مرتباتها كويسه ويبقى معاها فلوس، ده بيديهم قوه شرائيه، بيقدر بقى ينزل السوق ويشتري اللي هو عايزه، فده بينعش المحلات وبينعش المصانع. فالقانون ده مش بس للعداله، ده للمصلحه. وبالمناسبه الاجازه اللي حضرتك بتاخدها او اللي احنا بناخدها دي مش بس جت نتيجه لنضال حركات العمال والنقابات والحاجات دي كلها، وطبعا كان جزء منها، بس لان اصحاب العمل وبالذات في فتره الثلاثينات لقوا ان الواحد لما بياخد يوم اجازه، طبعا انتوا عارفين ان الواحد بيبقى عايز يعمل فيه كل حاجه، هو عايز ينام ويريح جسمه، وعايز يعمل المشاوير الضروريه اللي هو مش عارف يعملها طول الاسبوع، وعايز يزور قرايبه في البلد، وعايز يشوف اصحابه، وعايز يقعد مع العيله. فعشان يعمل الحاجات دي كلها بيرجع من الاجازه تعبان ومنهك اكتر من الاول، وممكن يروح متاخر وممكن ما يروحش خالص. طيب في الظروف الصعبه دي، طب ما انا اجرب اديله يومين اجازه، فلقوا ان هو فعلا بيرجع يعني فريش بقى وجدد طاقته وبقى يشتغل اكتر وانتاجيته بقت اعلى. ولما الدنيا اتنورت وابتدت الابحاث تشتغل في النقطه دي، لقوا ان الواحد اللي بيشتغل من غير توقف ومن غير اجازه ده الكيرف بتاعه بيقل.
في ناس كتيرة مثلا معجبة بنموذج كوكب اليابان، واليابان فعلا من الحاجات الغريبة فيها هي وكوريا الجنوبية ان بخلاف العالم المتقدم مش معتاد مثلا وانت ماشي في امريكا ان انت تشوف المكاتب والشركات شغاله الساعه 2 و3 الصبح، او ان انت تشوف ناس شايله شنط سامسونايت وماشيه بيها في الشارع. لا، هو ده منظر معتاد في اليابان ومش باجبار من حد، هم الناس ادمنوا الشغل لاعتبارات تاريخيه كتير يطول شرحها. فده يعجب ناس جدا، فقال لك لا، الراجل ده المواطن الياباني انتاجيته قليله، طبعا مش مقارنه بالاستاذ فوزي بتاع شؤون الطلبه، بس مقارنه بباقي الناس في الدول المتقدمه هو انتاجيته قليله لاعتبارات ان هو طبعا سنهم معدل اعمارهم اعلى، ولان هو ما يرتاحش. فانا ممكن احط الشخص يقعد يشتغل يشتغل يشتغل، هو نظريا قاعد على مكتبه انما عمليا هو ما بيعملش حاجه. فابتدت القوانين دي تتطور بقى بعد كده في الستينات، وابتدت تشمل ان يبقى فيه تأمين صحي وان يبقى فيه اجازة الوضع للستات والحاجات دي كلها. وفي احد الكتاب تقريبا احمد مراد قال من فترة، ده لو كان قال يعني ما حدش بيتبلى عليه، ان فكرة ان الواحدة تبقى مثلا حامل دي ظرف بيولوجي صاحب العمل ملوش علاقة بيه. واحنا لو قسنا على ده برضو، طيب ما يكون ان انت تبقى بتلعب كورة ورجلك تتكسر، ما ده ظرف بيولوجي صاحب العمل ملوش علاقة بيه، انت ايه اللي قال لك تلعب كورة؟ هو ذنبه ايه؟ لا، ما هو الواحد لو ما حسش بالامان وفكره ان انا متامن لما اكبر ومتامن لما لا قدر الله اعيا، وان انا لما اتجوز واخلف هيبقى عندي حل لمشاكلي وبتاع، لا، ما انا كده هبتدي ادور بقى على طرق امن نفسي بيها، وقد تكون طرق مش ليجل بقى، هشوف عموله هنا سمسره هنا. المهم ان اخينا روزفلت طلع بالبلد من الازمه الاقتصاديه الطاحنه دي، وقدم نموذج ان فكره العداله هي المصلحه، فكره ان انت لما بتدي الناس حقوقها بتقدر اكتر ان هي تشتغل وبتقدر تدي البلد. وبالمناسبه دي انا كنت قلت لكم ان هو الرئيس الامريكي الوحيد اللي انتخب 3 مرات في الوقت ده. ما كانتش فكره ان الرئيس يبقى له دورتين، ما كانتش لسه دستور، كانت عرف. وعلى فكره العرف ده مش حاجه اي كلام، العرف بيمشي دول، يعني انجلترا ماشيه بالعرف، ما عندهمش دستور خالص، والعرف ما بيتغيرش بسهوله. بس الناس وقتها نظرا لانجازاته ولان الدنيا بقى كلها كانت داخله في حرب عالميه تانية، وقال لك لا احنا مش واثقين غير في الراجل ده، فلاول مره كسروا العرف وسمحوا له ان هو يترشح لدوره رئاسيه ثالثه. بعد ما مات بقى بتيجي لقطه حلوه قوي، قال لك ايه؟ طيب احنا المره دي وقعنا في راجل كويس ابن حلال، يعني ايه اللي يحصل لو وقعنا بعد كده في شخص مش كويس وأبد فيها، او بني ادم كان كويس ولما أبد فيها السلطه المطلقه افسدته، او لو استمرأنا فكره ان انا هدوس على القانون علشان المصلحه المره دي وهدوس على المنطق علشان فلان ده قلبي انشرح له، طيب ما هو بعد كده العواقب هتكون سيئه يعني. ففي قاعده كده لطيفه يعني يا ريت ناخد بيها، ان فكره المبدأ الفاسد اللي بيصب بالصالح النهارده ممكن جدا يتطربق فوق نفوخي بعدين. وعليه قرروا ان هيبقى في دستور بقى ان هم فترتين رئاسيتين، مالكش ان انت تترشح بعد كده، تجنبا لكل الكلام ده. فالاستاذ محمد فاروق او رجل الاعمال محمد فاروق قال في نهايه كلامه ان او في وسط كلامه ايا كان الترتيب، ان هو ما يقدرش يشغل الناس في المانيا في الاجازات زي ما بيشغل العامل المصري. طيب حضرتك رديت على نفسك، ما اظنش ان الاخوه في المانيا يعني انتاجيتهم قليله او ان هم متدلعين او ايا ما كان، بس لازم البني ادم ياخد علشان يدي، ولازم البني ادم ياخد حقوقه علشان يكون منتج ومبدع. شكرا يا جماعه، اشوفكم المره الجايه ان شاء الله.